السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفيني أنا شيماء ودي قناتي، أتمنى تشتركي فيها وما تنسيش تاخدي جولة في القناة. إن شاء الله هتلاقي فيها ولو فكرة أو معلومة صغيرة هتفيدك. وما تنسيش كمان الكومنت بتاعك واللايك الحلو من ايديكي، وتفعلي كمان زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد أنا بنزله. وقبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الفيديو اللي فات انا كنت عارضه معاكم كرومبايه في المشتريات، كنت جايباها تقريبا ب40 جنيه. وكان بقى لها 3 4 ايام على الرخامه. فصحيت النهارده من النوم قلت لا انا الحقها بقى قبل ما تدبل مني كلها وتصفر مني. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله كان ورقها كله ابيض. وكانت الورقه الطريه الناعمه دي اللي ما بيكونش فيها عروق كتير. بصراحة لما جبتها كنت قلقانة، قلت ايه، هتكون اكلة كرومب كده وهتعدي، مش حكاية، احنا يعني في اول الموسم بتاعه فمش حكاية لو طلعت مش قد كده. بس بصراحة الورق بتاعها كان ناعم وكان مفهوش عروق زي ما قلت لكم. وكانت الكرومباية اصلا طعمها مسكر للناس اللي قلقانة تشتري كرومب في التوقيت ده. بصراحة كانت جميلة وما هدرتش معايا خالص. في الاول انا بجيب ميه مغليه على النار وبحط فيها شويه ملح وشويه كمون، وابدا ان انا انزل ورقتين تلاتة كده في قلب الميه وما طولش عليها في الميه. يعني يا دوبك اقل من نص دقيقه تاخد على الجنب ده شويه كده وعلى الجنب ده شويه، واطلعها على طول. يعني حتى لو اخدتوا بالكم انا طلعتها والورق لسه فيه القرمشه بتاعته. انت بعد كده لما بتحطيه في المصفى فوق بعضه هو بالسخونيه اللي موجوده جواه هيكمل السوى بتاعه. ودوت علشان لما تيجي تسوي بعد كده التسوية الأخيرة ما يتهريش منك بالزيادة. فانت يا دوبك تقلبتين كده في المية السخنة وتطلعيها على طول حتى لو كان لسه أخضر. بصلتين بقى كبار وقطعتهم كده زي ما انتوا شايفين، تقطيع صغير. ما ضربتهمش في الكبة ولا عملتهم بالمبشرة. بصراحة تقطيعة البصل بيكون ليها برضو طعم تاني. حطيت شوية زيت كمان على البصل ورفعتها على النار لغاية ما البصلة تدبل. في الوقت دوت انا هقطع الورق بتاع الكرنب. والعروق دي انا الاول كنت برميها. بس دلوقتي بصراحة بقيت اقطعها مربعات صغيرة وارصها في القعر بتاع الحلة. الاول كنت دايما بحط بصل وطماطم. بس انا قلت كده كده العروق دي برميها يعني، فبدل ما اهدر في الخضار بتاعي لا انا بفرشه تحت محشي الكرنب. وانا الطريقه دي بعملها بصراحه بقالي سنين. بصراحه تقطيعه يعني ما بياخدش وقت خالص. هو المحشي عموما يعني لو هتعمليه على يومين كده، يوم هتقطعي وتورقي فيه واليوم التاني هتحشيه تمام الدنيا بتبقى حلوة. انما بصراحة انك تعمليه كله على بعضه كده في يوم واحد ورا بعض، وكمان وراكي شوفي بقى وراكي ايه في البيت، المواعين وراكي غسيل وراكي مذاكرة الولاد مش عارفة ايه، هتلاقي الدنيا معاكي لا الوقت كان ضيق. يوميها بصراحة احنا ما اتغديناش بدري يعني. اكلنا لا تقريبا قرب المغرب يعني، عبال ما صحينا والولاد فطروا وبدأنا نشوف ورانا ايه في الشقة شوية، وقعدت اورق في الورق. فبياخد شوية وقت. وتيجي تاكليه بقى يعني مفيش 10 دقايق تلاقي نفسك خلاص كده قمتي وخلصتي وصباع ورا صباع ورا صباع بالهنا والشفا. الحلة كمان خلصت. شايفين طريقته سهلة ازاي؟ بمسك الورقة وبتنيها على 2 وبعد كده اشيل منها العرق بتاعها والفها رول وابدا اقطعها على حسب الحجم اللي انت عايزاه. لو عايزة الصباع طويل قوي، عايزاه متوسط، عايزاه صغير، يعني على حسب ما انت ايدك بقى اخده في التقطيع. انا عايزه اقول لكم ان انا والله قعدت سنين المحشي دوت يعني انا ما بجيبهوش اصلا يعني خايفه من حته السلق بتاعه، يعني هورقها ازاي دي ولا هقطعها ازاي. كنت بخاف دايما ان انا اجيبه وتتبهدل مني وتتقطع مني وما اعرفش اطلع منها الورق اللي هو نفس المقاس كده ونفس الشكل. فكنت دايما بصراحه يا اما اروح اكله عند ماما ربنا يديها الصحه، يا اما هي كانت تورقهولي وتديهولي متخزن في الفريزر يعني، وانا منين ما احتاج كنت بطلع بقى ايه طبق طبق كده. لغايه ما الجراءه والشجاعه مسكتني في مره وقلت والله ابدا يا انا يا المحشي دوت، وجبت الكرومبايه. وبعد ما جبتها الكلام ده عايزه اقول لكم بعد سنين من جوازي قلت ايه العبط اللي انا كنت فيه ده، ازاي يعني ما كنتش عارفه اجيب كرومبايه واورقها واقطعها. بس عرفت بعد كده هو الخوف ان انا اجرب حاجه جديده لسه اول مره اعملها. اني وانا عند مامتي قبل ما اتجوز يعني لا كنت بقف معاها يعني في المطبخ لما بتحتاجني، لما يكون عندنا عزومة عندنا مناسبة كنت بقف يعني، مش ما كنتش بحب وقفة المطبخ. بس عمري ما كنت جربت ان انا اعمل
الكرنب ان انا اقطعه كده واورقه. فللي لسه ما جربهوش والبنات الجديده اللي لسه يعني في اول جوازها، ما تقلقيش خالص، سهل، جربي حتى في واحده صغيره. باظ منك اول مره هيظبط معاكي التانية. مع انه والله مش هيبوظ، يعني هو مسألة بس ايه، انتي تبقي عارفة الطريقة والخطوات ماشية عاملة ازاي، وهتلاقي الدنيا بعد كده معاكي سهلة، ما فيهاش اي مشكلة. شايفين الكمية اللي الكرنباية طلعتها ما شاء الله كويسة ازاي؟ والورق بتاعها كله زي ما قلتلكوا ابيض. والكام ورقة الكبيرة دول انا مخلياهم علشان ابقى احطهم على وش الحلة من فوق علشان تكتمني البخار ويستوي معايا افضل واسرع. كنت في الوقت دوت مقطع غسلة الخضرة اسفة، وهبدأ بقى ان انا اقطعها بقدونس وشبت وكزبرة، كانوا 6 ربطات معايا. اضيفهم على التسبيكه بتاعه الطماطم. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت للتسبيكه للطماطم ملح وفلفل اسمر وبس، ما بحطش اكتر من كده بصراحه، وكزبره كمان ناشفه. انا من نوعيه الناس اللي ما بحبش بهارات كتير قوي في الاكل، بحب الاكل بتاع زمان ده بتاع اهالينا اللي احنا متعودين عليه. بحط برضو بهارات ما يمنعش في وصفات تانية، بس الاكل التقليدي المصري بتاعنا ده ما فيش حد يلعب في الثوابت بتاعته كده زي ما بيقولوا. الناس بتحب تحط كمان 7 بهارات، لا انا بحط بس ملح والفلفل وشويه كزبره ناشفه زي ما قلت لكم. وطبعا هنا الايد الصغيره بتاعتنا لازم تتدخل كده في كل حاجه، ولازم تحط التاتش بتاعها يعني. فزي ما انتوا شايفين خلاص كده، ده كان كيلو رز. حطيت الصلصة ونزلت بالخضرة، وحطيت الملح والفلفل والكزبرة الناشفة، وهحط كمان الزيت بتاع الرز. الزيت الاولاني اللي احنا حطيناه في الصلصة ده كان بتاع التسبيكة، اما الزيت دوت بقى بتاع الرز بقى عادي، عشان الرزاية بعد السوا تكون مفلفلة واخدة المادة الدهنية بتاعتها مظبوط. ولف الكرنب سهل جدا وسريع كمان، اسهل بكتير من ورق العنب. انتي بتاخدي الورقة في كف ايديكي كده وتحطي كمية صغيرة في طرف الورقة وتبدأي تلفيها، سواء بقى كان هتلفي على اتجاه بره او هتلفي على اتجاه جوه، على حسب ما انتي ايديكي في الحركة اخده لايه، وورقة ورا ورقة كده بسرعة وبيخلص يعني معاكي سريع. ومتعودة كمان ان انا احط الورق الاخضر دايما من تحت، وفوق منه الورقة اللي تكون تخينة او مجعدة كده شوية، علشان تستحمل الحرارة العالية من تحت. على عكس طبعا لو حطيت الورقة اللي بتبقى خفيفة وشفافة دي من تحت قريبة للنار، لا هتتهري معايا وتستوي بسرعة. شايفين زي ما قلتلكوا ما شاء الله الحله يعني ما فيهاش ورق اخضر كتير، لان الكرنبايه كان كلها ورق ابيض حلو وناعم كمان. فجربوه حلو بصراحه، مش وحش الكرنب يعني في بدايه الموسم السنه دي. قلت كمان اعمل معاه بقى فراخ مشوية. جبت 3 اوراق، وجبت بصلتين كبار بشرتهم بالمبشرة، وحطيت عليهم ملح وفلفل، وادعكي فيها بايديكي كده هيدي نكهة حلوة قوي في شوي الفراخ، على عكس لما تضربيه برضو في الكبة. لا المبشرة وتدعكي كده الملح والفلفل بالبصلاية لغاية ما البصلاية تنزل السوائل والمية اللي فيها، بيدوا طعم رهيب بصراحة للفراخ. وطماطميه واحده بس طالما انتي عايزه تشوي. انا من الناس اللي ما بحبش احط طماطم في اي حاجه بتتشوي حتى لو في الفرن، بحس ان هي بيبقى طعمها مصلص اكتر. لا هي طماطميه واحده وصغيره كده قطعتها زي السلطه، وبعد كده دعكتها بالملح والفلفل. شايفين انا ما حطيتش برضو بهارات اكتر من الملح والفلفل. والحته اللي بتبقى في الورك دي في الفخده من فوق بشيلها برضو وانا بنضف الفراخ، لان الجزء دوت بيسبب برضو للناس اللي بتشتكي من زفارة الفراخ. الجزء ده بيسبب زفارة للفراخ يعني وقت السوى وبعد السوى كمان، سواء بقى هتسلقيها او هتشويها، لا شيليها. وحتى لو في الجزء بتاع الاجنحة اللي هو في الصدر ده، الضافر برضو لازم تشيليه علشان بيعمل زفارة. قلت بصراحة الجو حر مش عايزة اشغل الفرن، فهدخلهم في الاير فراير. والورك التالت ده كان حجمه كبير شوية كده، فقسمت الدبوس لوحده والفخدة لوحدها، وهتدخل في الاير فراير تقريبا
35 دقيقة او 40 دقيقة، يعني على حسب اللون في الاخر اللي انا عايزة اوصل له. واحط لها كمان ربع كوباية مية. انا دايما بعمل الوصفة دي في الفرن كمان، مش شرط في الاير فراير بس النهاردة بصراحة انا كنت مستعجلة يعني، وكنت وقفت في المطبخ كتير بسبب الكرومباية دي، فقلت لا انا عايزة حاجة تنجزني شوية. بس سواء فرن او اير فراير الاتنين بيديني نفس النتيجة يعني. وفي الوقت ده كنت رجعت تاني لحلة المحشي اللي هي لا مفر، يعني هتخلصيني يعني هتخلصيني. انا بصراحة بدأت بالكرنب، وبعدين قلت لا طب ما انا احط الفراخ تتبل شوية عبال ما انا اخلص الورق بتاع الكرنب كله. زي ما انتوا شايفين كده الكمية دي كانت لسه ما جابتش تقريبا، او تقريبا كان نص الكرنباية. اخدت معايا كيلو رز بالظبط يعني، ولا اكتر ولا اقل، يعني اتبقى كمان شوية. حطيتهم في قرنين فلفل كوبي. شايفين كده انا كنت خلصت الورق كله واتبقى لي شويه رز. فحطيت القرنين الفلفل دول، وجمعت كمان كام ورقه خضرة كده، عشان استخسرت بصراحه ان انا ارمي الرز دوت اللي بالخلطه. والورق الاخير اللي انا كنت شايلاه اللي قلت لكم عليه بقفل بيه كده من فوق علشان يكتمني البخار بتاع الكرنب. في ناس بتشتكي ان الحروف بتستوي وقلبه لسه ني والكلام ده كله. لا انتي المعيار بتاع الكرنب بتاعك اظبطيه، وبعد ما تحطي الميه كده هزيها كده معاكي يمين وشمال علشان الشوربه بتاعتك تنزل للمحشي كله. حطيت معلقتين مرقه، وحطيت عليهم كمان ميه سخنه. والمفروض بصراحة احط معلقة صلصة، بس انا اكتفيت بصراحة بالصلصة اللي موجودة في قلب الخلطة. قلت هي حمرة وكويسة، مش لازم يعني افتح كيس مخصوص عشان اخد معلقة يعني ولا معلقتين ليه للتشريبة. انتوا عارفين الطماطم بدأت تغلى، فانا محافظة على الكام كيس اللي عندي. والمعيار المظبوط للتشريبة اللي انا احط الشوربة لغاية السطر اللي قبل الاخير، يعني الاخير ده ما يوصلوش مية خالص، كده هيبقى المعيار بتاعك مظبوط. شايفين الفراخ بتاعتنا بعد السوا بقى لونها حلو ازاي من الوش ومن الظهر؟ هي كده حرفيا مشوية، لان احنا ما ضفنالهاش سوائل كتير خالص. هما يا دوبك بس ربع كوباية، وبعد كده اعتمدنا على السوائل بتاعة الخضار اللي هو البصل والطماطم. طعمها رهيب واللون فظيع. ومش شرط والله اير فراير، انا على طول الطريقه دي بعتمدها يعني في الفرن. بس زي ما قلت لكم النهارده انا بس لاني كنت مستعجله، وهنا الكرومب بتاعي كان خلاص كده اتشرب معايا ودخل في السوا. اول تلت ساعه على نار عاليه، وبعد كده اهدي عليه النار خالص، اسيبه كمان ربع ساعه وبيستوي على طول وما بياخدش معايا وقت خالص. شايفين الصباع ماسك نفسه ازاي وكله مرصوص جنب بعضه كده، والمقاس بتاعه كمان مظبوط. عايزه اقول لكم ان التصوير كمان والله ظالم الحقيقه، ومستعجلين بقى. كانوا الولاد خلاص هما كده جاعوا، وباجي انا دايما في الجزء الاخير دوت ببقى مستعجله واقفل لي يلا يلا حط لنا جعانين مش عارفه ايه. فببقى دايما متلهوجه كده ومتسربعه ومش عارفه حتى اصور يعني تصوير مظبوط. على قد ما اقدر والله حاولت ان انا اجيب لكم الامور كلها واضحه. وعملت كمان جنبهم شوية لسان عصفور من شوربة كانت موجودة عندي في الفريزر. اي شوربة عندكم متبقية يا جماعة ما حدش يرميها، خسارة، بتنفع في حاجات كتير. فبما اني النهاردة شويت الفراخ فكنت محتاجة شوربة علشان خاطر لسان العصفور، والحمد لله يعني انا في الفريزر كانت عندي موجودة. يوم مختلف شوية كده في نص الاسبوع، ولو انتي حابة انك تعملي الكرومب مع لسان العصفور لوحده وتخلي الفراخ دي برضو في يوم تاني لوحدها تمام. بس انا يعني قلت ايه يوم الاجازة بتاعنا فاعمل لهم اكلة حلوة. ونحاول برضو على قد ما نقدر كده ان احنا نقدم لهم يعني الاكل بصورة كويسة وبشكل كويس. النهاردة بقى قلت بما اني عاملة لهم اجتهدت يعني وعملت الكرنباية وعملت معاها الفراخ المشوية دي. يلا ان شاء الله مع حد حوش انا مش هستخسر فيهم حاجة، واطلع لهم الطقم بتاع الصيني. وما ادراكم بقى ما طقم الصيني زي ما انتوا فاهمين طبعا دوت اتاكل فيه وتصادر تاني على طول على النيش. ألف هنا وشفا لكل اللي أكل. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بأي حاجة صغيرة، واستنوني في فيديوهات تانية جديدة. مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.